ده كان سؤال أيضا. شوفوا يعني أنا شاءت الظروف إن أنا أبقى قريب من الموضوع ده من زمان قوي قوي، من وأنا يمكن يعني ما أكتر من 50 سنة. وعرفت حاجة عن السياحة كده بقولها لكم، مش لحاجة عشان بس الصناعة دي بتتطور وتزدهر عندما يكون في استقرار أمني لمدة زمنية طويلة، مش 5 سنين وبعدين مرة تانية و7 سنين وبعدين مرة، لا، استقرار أمني لسنوات طويلة. ولازم تكونوا عارفين إذا كنا بنتكلم على إن في حد عايز يوقع مصر، فهو بيشوف النقاط القوة اللي عندك وبيخبطك فيها. من ضمن نقاط القوة اللي عندك إنك أنت عندك أحسن شواطئ، والمناخ بتاعك على الشواطئ دي في الصيف بدون شك جميل، وفي الصيف في الشتاء على البحر الأحمر أجمل في وقت تاني. وعندك مقاصد سياحية فيها أكبر نسبة آثار موجودة في العالم كله. يعني كل أسباب الصناعة ديت، والمكان بتاعك قريب جدا من ده. ولكن أنت النهاردة عايزينكم تعيشوا وتكبروا ولا لأ؟ إذا كنتوا شايفين إن هم عايزينكم تعيشوا وتكبروا، خلاص لأ، فهو دايما بيروح ضربك في الأماكن اللي أنت ده بيجيب لك نسبة في دخل كبيرة جدا تصل ل 13-14 مليار دولار قبل 2011 تقريبا، مش كده يا فندم؟ قبل 2011 أو في 2011. فده رقم كان كبير، وقطاع كبير جدا من المصريين بالملايين شغال. فلما حادثة واحدة خلاص. احنا بنحاول نحل المسائل دي بشكل، وبندور دايما على حلول أمنية مستقرة. لا، هنحلها بجد يعني. هنحلها. احنا هنعمل بفضل الله سبحانه وتعالى مدن على البحر المتوسط ما حدش عملها غيرنا ان شاء الله. مدن وليست يعني منتجعات وقرى لا، وهتشوفوها. امتى يا سيادة الرئيس ان شاء الله؟ امبارح. صحيح، احنا شغالين بالفعل. شغالين. انا ما فيش بيني وبين اللي انا بتكلم عليه ده ان انا الاقي شركات تشتغل وتخلص، مش كده ولا ايه؟ احنا جاهزين، بس الشركات مش قادره تسد على انا بتكلم بجد. احنا مش لاقيين شركات تسد على اللي احنا عايزين نعمله. والله ما لاقيين شركات تسد على اللي احنا عايزين نعمله. ما عندناش مشكله في الموضوع ده، غير ان احنا في الوقت عايز نعمل كل حاجه في وقت قليل. لكن احنا بنتكلم على حاجه معموله، مش معموله بقى زي ما الناس تقول لك ايه ده بيعمل الموضوع ده للاغنياء. لا، النهارده لما بعمل مكان زي كده يعيش فيه ده كل الطبقات ويشتغل فيه كل الطبقات، هل ده مش إضافة؟ ما كان الأول عبارة عن تراب ومية أو رمل ومية. لا طبعا احنا إن شاء الله على البحر المتوسط إن شاء الله هنعمل حاجة وهنأمنها مظبوط. هأمنها مظبوط عشان أبقى أشوف هيخشوا لها إزاي. عشان صحيح أنا قلت لكم مرة قبل كده، أنت